حكايتنا اليوم استلهمناها من تجربة عملت في الغرب تورينا قديش الأوروبي يتأثر بالمظاهر، وشفنا قديش ردة الفعل متاعه تنجم تختلف حسب مظهر ولبسة الشخص اللي مقابله. تصوير امتحان تقوم فكرته على أنه إنسان زوالي يتيح قدام الناس ولا حد كما تشوفه يتحرك باش يعاونه. من بعد كيف يبدل اللبسة متاعه بمجرد أنه يفقد توازنه الناس تترمى عليه باش تعاونه. الفيديو دارت مليح وشوكات البعض، حبينا نجربوها في تونس. اخترنا من العمارة، حبيناها تتنكر في هيئة متاع طفلة متشردة ومن بعد تخرج للناس بهيئتها الطبيعية. منال هبطت للشارع متنكرة في لبسة وهيئة متشردة. الامتحان الأول إنها توقف كرهبة باش توصلها بحكم اللي هي من المفروض مزروبة وتحب توصل. منال عدت نص ساعة في الطريق ولا كرهبة وقفت، بالعكس فما حتى شكون خاف وسكر من بعيد بيبان الكرهبة. الامتحان الثاني هو إنها تقرب من المواطنين وتشوف ردة فعلهم. لهنا هي بحذا مرأة تطلب، منال عطشانة حبت شربة ماء من عند المرأة، طلب يبدو أنه مش مرحب به برشا. صعبنا في الامتحان، قربنا من النسخة الأوروبية. شو تكون ردة فعل المواطن من متشردة تيح قدامه؟ لهنا في واحد من أكثر الشوارع حركية في اللاك طاحت منال. تصور ما يختلفوش على اللي تصور في الغرب. منال في القاع دايخة 10 دقائق ولا مواطن قرب لها. بعد بمدة شفنا ردة فعل مغايرة برشا على اللي صار قبل. لباسة من بعد ترجع منال للشخصية متاعها، الشخصية اللي الناس تعرفها بها. الهدف كان انه ترجع لنفس البلايص وتعمل نفس التصرفات وترصد ردة فعل الناس وقتها. من الطريق لاحظنا انه كل شيء بدا يتبدل، اللي كانت محل اشمئزاز من عند الناس ولات تلفت الانظار لها، الناس تعقلها تزمير، تفكه وتصور. هزينا بطلة حكايتنا للرومبوان متاع اللاك، من المزروبة إشارة واحدة بيدها والكرهب تقف.
البلار يهبط، الناس مرحبة، السعادة، وساعات حتى فما شكون يبوس من الداخل. منال ترجع وين تحت أول مرة باش تعاود تطيح المرة هذه، وهكا كانت ردود الفعل. دبوسة الماء اللي تحرمت منها قبل 4 سوايع جاتها تجري توا، والتونسي للتونسي كما تشوفوا رحمة. نفس الطيحة، أما ردة الفعل مش هي نفسها. طبيعي وإلا لا النقاش أكيد باش يتحل ما بيناتكم.